السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم. النهارده زي ما انتم شايفين معانا بقدم لكم شاورما الدجاج في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واذا عجبتكم الشاورما باذن الله بطريقتي ان شاء الله ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الشاورما عاملة ازاي؟ جميلة جميلة جميلة. تابعوا معانا الخطوات هتعجبكم باذن الله. بسم الله. معايا صدور الدجاج زي ما حضراتكم شايفين، معايا 450 جرام من صدور الدجاج. طبعا قدامي يا جماعه زي ما انتم شايفين صدور الدجاج. انا طبعا يفضل عشان هتشرحيها هشرحها بالسكينه زي ما انتم شايفين، شرايح رفيعه خالص. بسم الله. طبعا هي طالعه من المجمد، يعني جامده جدا، وده على فكره احلى واسهل لك في في ان هي تطلع شريحه معاكي بسهوله زي ما انتم شايفين كده. وهشرح شويه شويه كمان طبقه. طبعا بكمل الشرايح معاكم يا جماعه. بسم الله. بالشكل ده. المهم انا بقى دانيني اعمل الشرايح كده زي ما حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده. ويفضل عشان يكون سهل عليكم تقطيع صدور الدجاج تكون طالعه من المجمد، ويا دوبك بتغسليها ماشي وتعمليها تمام. وبظهر السكينه ممكن كده زي ما انا هعمل عادي، وتبداي شويه شويه. انا بوريكي خطوات بس على اساس تبقى رقيقه جدا معاكي في الشاورما والتقطيع. كده كده انا هعملها ماشي. هعملها انا بس بوريكم من باب العلم. انا طبعا مش عايزه ازعجكم بالصوت الخبط على الصدور والدجاج وكده. هكمل الخطوات ان شاء الله وهرجع لكم. وزي ما انتم شايفين يا جماعه انا هدانيني بجهز الشرايح بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شوفوا شايفين كده رقيقه ازاي تمام. وببدا اقطعها ماشي قطع صغيره. هوريها لكم ان شاء الله بعد ما بقطعها واوريكم النتيجه بتاعتها. طبعا يا جماعه ادانا جبت الدجاج. شفتوا الشرايح عملتها ازاي؟ طبعا غسلت صدور الدجاج كويس وقطعتها بالشكل ده بعد الخطوات اللي انا وريتها لكم في الاول. وهبدا دلوقتي بعد ما غسلتها وجهزتها هجيب 170 جرام من الزبادي او الروب زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا احطه كاملا بسم الله على على صدور الدجاج اللي انا مقطعاها ومجهزاها. طبعا معايا كمان عصره ليمونه كامله تمام. الليمون ده ما شاء الله ولا قوه الا بالله اللي هيخلي الطعم خطير ماشي. وانا من هواة الليمون جدا. هستخدم معلقه كبيره زي ما انتم شايفين من الملح بسم الله. طبعا كميه الملح بتبقى حسب الرغبه، وانا هقلل شويه كمان، يعني مش هستخدمها كلها، يعني حوالي 3 ارباع المعلقه كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره بردك من الكمون، معلقه صغيره من بودره الثوم بسم الله. معلقه صغيره وانا مكتره شويه، يعني اكتر من معلقه بشويه، يعني عاملاها على الاخر لان بحب الكزبره الناشفه وكمان بتديها طعم اجمل. نص معلقه صغيره من الشطه الحاره. طبعا انتوا اللي حابب السبايس كتير وبيحب الشطه كتير يحط معلقه كامله، بس انا عشان عندي اطفال فبستخدم اللي يناسبهم. معلقه صغيره من الكركم. طبعا احنا عارفين يا جماعه فوائد الكركم، علشان كده انا بحب استخدمه في الاكل بتاعي طالما متوفر عندي. نص معلقه صغيره من بهارات الدجاج، وانا طبعا مش حابه ازود منها، يعني مش عايزه احط معلقه كتيره على اساس ان هي تدي طعم. مش يكون البهارات لما تكون زايده يا جماعه في الحاجه بتبقى طعمها مش اوكي. فالحاجه لما تكون متوسطه في البهارات وكده بيدي طعم لذيذ وحاجه ممتازه جدا. انصحكم باعتدال البهارات على اساس يبقى يديك الطعم المطلوب. معلقه كبيره من البابريكا. طبعا البابريكا بحب استخدمها يعني بكميه شويه، فانا استخدمت كده معلقه كبيره بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين ببدا اقلب المكونات بتاعتي بسم الله، اقلبها كويس. وطبعا هسيبها في التتبيله بتاعتها. كل ما سبتيها في تتبيلتها فتره طويله اكتر كل ما بتكون اطعم والذ. طب انا مثلا واحده هتقولي طب ما ينفعش اعملها على طول؟ عادي طبعا ينفع تعمليها تمام، ولكن يفضل ان انت تحطيها في تحطيها فتره، يعني فتره كويسه كده، مثلا نص ساعه ساعه ساعتين تمام. كل ما تكون في التتبيله اكتر كل ما تديكي طعم اجمل واحسن تمام. طبعا انا قلبت كده وهجيب، لان انا لسه في الزيت يا جماعه. انا هستخدم زيت نباتي. فيكي لو انت عايزه تستخدمي زيت زيتون مفيش اي مشكله طبعا، بس زيت الزيتون اللي انا دايما بحفز فيه اللي هو بيتحط على النار، اللي هو يكون بيبقى قابل ان هو يتحط على النار تمام. ربع كوبايه من الزيت النباتي، طبعا كوبايه صغيره بسم الله. زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت الزيت بقلب مكوناتي تمام كلها مع بعضها كده.
وبسيبها تتبل لحد ايه ما تكون تشرب التتبيله كويس وايه تتجانس معاها وتبقى لذيذه ان شاء الله. وبالف هنا وشفا يا رب، وتكون تتبيلتنا تعجبكم وتتميز ان شاء الله. وتقولوا لي رايكم في التعليقات بعد ما تجربوا وصفتي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. دلوقتي طلعت التتبيله بتاعتي بالدجاج من التلاجة. دلوقتي سبتها حوالي ساعه او ساعه ونص تقريبا، وكل ما تسيبها اكتر زي ما احنا اتفقنا بتدي نتيجه احلى واجمل. هنبدا نحطها دلوقتي على النار كلها كده بتتبيلتها. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده انا حطاه طبعا على نار متوسطه. طبعا ما حطيتش الزيت لاني انا كنت مستخدمه الزيت. شوفوا كله مع بعضه كده، وببدا اقلب فيه بالتدريج لحد ما يستوي معايا كويس. زي ما انتم شايفين يا جماعه ان انا بدنيني اقلبها. شايفين ما شاء الله اللي شايفينه اللي موجود ده الصوص بتاعه، بس انا بدنيني وراه لحد ما يتشرب الدجاج الصوص كامل، وتبدا الدجاج بتاعي الشاورما بتاعتي تبدا تستوي وتديني الشكل الجميل بتاعها. زي ما انتم شايفين معايا اللي انا كده ما شاء الله كده خلاص الدجاج بتاعي بسم الله ما شاء الله استوى. وانا حابه اسيب فيه حاجات بسيطه من الصوص كده بالشكل ده بسم الله ما شاء الله حوالي 10 دقائق او بكتير و12 دقيقه. ودلوقتي قفلت النار عليه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله جميل وبالف هنا وشفا. بجيب زي ما انتم شايفين خبز تورتيلا معايا، وان شاء الله هستخدم بقى شاورما اللي احنا مجهزينها. بسم الله بالشكل ده تمام. احط شرايح الطماطم بتاعتي انا مجهزاها. بسم الله. شرايح الفلفل الجميله ما شاء الله. ببدأ احط المايونيز بتاعي. بحط الكاتشب ما شاء الله. بحط عندي شوية شطة حارة، بس انا بقى اللي عايز الف عندي السندوتش بتاعي بسم الله بالشكل بتاعي ده، واعمل الباقي وارجع ليكم. ببدأ دلوقتي احط في محضرة الطعام بعد طبعا ما انا سخنتها. بسم الله بالشكل ده كده كفاية 2 دلوقتي. بقفل عليها بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دلوقتي كده الساندوتش بتاعي جاهز بألف هنا وشفا. بسم الله. وببدأ اجهز الكمية بتاعتي. كمان الكمية بتاعتي الباقية ده حضرنا احلى سندوتشات بسم الله ما شاء الله. المطعم عندنا في البيت تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه وبألف هنا وشفا يا رب. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه كده زي ما احنا بنشوف المطاعم بتعمله كده بالشكل بتاعنا ده بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الله الله على الجمال يا جماعه بألف هنا وشفا. تمام كفايه كده. طبعا يا جماعه واذا حابين تحطوا جنبها شويه بطاطس كده يبقى جميل جدا. بس صراحه بجد بجد كانت روعه ومش محتاجه اصلا مش محتاجه لا بطاطس ولا حاجه. وزي ما حضراتكم شايفين معايا الشاورما طالعه شكلها تحفه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. جميله جدا جدا الله اكبر. يعني انصحكم بجد تجربوا طريقتي. الطريقه بتاعتي كانت جميله جدا وبشهاده اللي اكلها بفضل الله عز وجل اعجبوا بيها جدا. فعلشان كده يا جماعه انصحكم جميعا تجربوا طريقتي، وان شاء الله لما تجربوا طريقتي باذن الله وتعجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وباذن الله وتقولوا لي تعليقاتكم الجميله في الكومنتات. منتظره تعليقاتكم الحلوه ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله انتظروا مني قريبا فيديوهات جديده وجميله ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم.